أهلا وسهلا. طبعا الحين أنا وصلت راح أدور عليها صراحة، ما أعرف هي وين. تخيلوا بعد التعب كله أنا نزلت عند المكتبة تمام، وجيت عند السوق على أساس إنه هي جوا، بعدين اكتشفت إنه هي عند المكتبة، فأنا الحين زي الشاطرة لازم أرجع عند المكتبة مرة ثانية. هنا أشوف ما شاء الله ما شاء الله، أنا لسه توي جاية وهي خلاص عبت سلتها وخلصت. لسه ما مشيت باقي الصفوف، باقي الصفوف ثانية. لسه حتمشي؟ لسه إن شاء الله. أوكي. يلا جربت قرأت يمكن 30 صفحة من أرسس الحين. أيوه ما شاء الله. كيف رايك؟ قهر، ما يقهر إبليسي. أنا ولا؟ لا كاتبة. كاتبة الرصيف تجنن. تقريبا القاطر وجدي بقرأها. الله 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 الله. شوفوا الطبعة الأولى كيف أعرف؟ مكتوب جوا. أوكي. السيليكون في الداخل، بس اللي مفتوحة الطبعة الأولى. وهذا شيرلوك هولمز كمان. أوه أنا عندي السلسلة كاملة. طبعا خوف 3. أنا حاليا قاعدة أقرأ خوف 1 تمام، وعندي خوف 2 وهذا خوف 3 تمام. صراحة قرأت خوف 1 وحسيت إنه شفتي خوف 1 شفت قرأت أمس جاب لي الهم والله العظيم. وهي البنت مرة كانت شخصيته تحفة في البداية، لا طبيعي. أيوة الحين أنا بس أخذت أرسس، طبعا أنا جاية عشانه، الباقي بس كذا بناخذ ونشوف إيش نطلع. أنا حطوني هنا وانسوني. شوفوا الأعمال في القرن الحادي المال والاستثمار. أنا فاتحة هنا عشان بس نسمع صوت اليوم. بس طبعا هذه الكتب أنا كلها أشوفها من دوبا ميكافين، تلخيص شامل. والله غريب مرة في التلخيصات. القادة العظماء، 6 عظماء، كيف أصبح دافورا. صدقوني مع 3 الأترام هذه كيف نتخرج بسرعة، ما نبغى نصبح دوافير. بس نبغى نتخرج ونخلص. وهذا الكتاب مرة أنا أحب الكتب اللي كذا اللي فيها حركات على الكلمات. يونس الغلاف. في من ورا حبيت حلو مرة. هذا قرأته. أيوة شفته، سلام في أعناق الطير. كيف؟ خفيف كذا ينفع المبتدئين. الحين ترى أنا اللي في بالي إنه البنت اسمها سلام. سلام مين؟ أوكي. خطأ. أنا أحكم على الغلاف على الكتاب من غلافه، وهذا شيء مرة خطأ. سنة أولى رضاعة. هذا وش؟ تعالي طبعا قاعدة أتكلم من الطرف الثالث لأنه إحنا ما شاء الله اليوم عدة أطراف حنتقابل هنا وبنسوي لكم جولة في الكتب، وكل واحدة بتثريكم بالمعلومات اللي موجودة في راسها. وأولهم كاتبتنا الرهيبة. طبعا هي قاعدة أوكي. أختنا دانا ولا مين؟ دندون ما حتقدر تديره. يوه حسافة. لحظة، تتذكر الفلوج السابق ما كانت قادرة تنطق اسمه. إيش اسمه؟ اسمه دوستويفسكي. لا ما ينفع اسمه دوستويفسكي. إيش اسمه؟ دوستويفسكي. قرأت له كثير. قرأت له كتاب واحد. الدوق. ذكرت روايته. الدوق السيانيا. عندنا مكروه. كفو عليك انت الوحيدة عندك اسم بطلتي صح. السيانيا. شوف شايفة كيف؟ هذا القارئ اللي يقرأ من القلب. وكذا وتصاعد أحداث وأكشن. ما أبغى كتاب كذا أقرأه أنبسط بالضبط. يعني بكون مسافرة تعرفي. في شيء في راسك؟ توتر يعني. صح. في شيء في راسك؟ لا يعني نسوي لك بحث. أيوة لازم بحث شامل. خلاص كويس. ترون هذيك المرة لما جيت وصورت لكم كتب يوم ميس وقلت لكم إني أنا مرة أحبه، أخذت كتاب سنترال بارك بس لحد الحين مقفل ما فتحته. ليه؟ صار له 7 شهور ما لقيت الوقت المناسب. فالحين هنا جاية قاعدة أشوف النبذة ترى، وأنا عندي الكتاب أصلا في البيت. والله قرأت لأنني أحبك، وقرأت بعد 7 سنوات. أنا تقييمي للكتاب كيف أول تقييم لي في الكتاب؟ قيم السعر. صح. كل ما كان السعر عالي كل ما كان الكتاب مو حلو.
استغفر الله. وهذا كمان شفت في تيك توك كله مرة حلو. واو. الخيميائي. الخيميائي. بس سمعت كثير ينتقدوه ما يحبوه. يو الحين ايش؟ ما احبها ابدا اللي هي اغاثا كريستي. احس كتبها ما اعرف بس ما تنقرأ. حرام عليكي. والله عسل. شوفي ليش؟ لانه يلا نكون حزب ما يحبها، حزب يحبها. واحد لغتها صعبة، لغتها سهلة، القصص داخلة في بعض ما تقدر انت تفهمينها، بس شوي تركيز وانت تقدر يعني. بدايتها دائما مملة. صحيح، انا اتفق معك. شايفة؟ اتفقنا بشيء واحد. فأنا قرأت لها لغز الكاريبي فين، وأنا قبل شوي شفته هذا ما عجبني. وجريمة في قطار الشرق يقولوا إنه مرة حلو بس ما أعرف. هذا الكتاب كيف مرة يجنن. كأنه مو كتاب، كأنه كذا. هذا دفتر ترى مو كتاب. أيوة مذكرة. حاجة غريبة بس مثيرية. من مركز الأدب العربي. حبيت. هذه كاتبة ومصممة جرافيك. 69 عشان كذا ما شاء الله عليها. والله تكلفة الطباعة عالية. وتعجبني، أحس البطلة خطيرة. كيف جابت هذه نرجسيتها عالية. كيف جابت الكلام؟ لا أستاذن يعني أستاذن أنا الكاتبة، بس ما أحس كذا شعور مرة حلو. واندمج من الساعة 2 لين الساعة 6 الصباح. ما شاء الله. وأنا ما في كتابي الحين. أعطوني كتاب أستمتع فيه زي هذا الكتاب. عيد اقرأ كتابك من أول وجديد، صدقيني حتستمتعي. أنت شنو تنزلي فيها؟ لسه تحت الكتابة اللي ما أدري متى أخلص. أهم شيء ساعة الباب دي ما صورتيها صح؟ إلا صورتها وحنزل. أيوه عشان أسوي لك إعلان ياخذوا كتابك. إيش فيك؟ ترى أنا ما حد سمع. أنا ماني نرجسية إلا وجدا، بس إني أحب كتابتي. صح. هنا الكاتب عندما يفتخر بمخطوطاته. أي صحيح. بس ترى أحيانا أكرهها عادي. عادي، مشاعر متناقضة. طب الحين لازم رحلة البحث. كيف تصبح كاتبا؟ اكتب. لقيت ايش اسمي الفيديو؟ رحلة البحث لكتاب، رحلة البحث عن كتاب للكاتبة إشراق. رحلة بحث عن كتاب مناسب للسفر. صح. انتم شوفوا ما شاء الله، وهذا كله تقول ما لقيت كتاب بتاخذه. طب اقرأ من هذول شوف يمكن يعجبك شيء. لا عجبوني، بس كذا في غاية كذا، في كتاب يعني انت في عندك حاجة تبغيها يجذب روحي. هذه صعبة شوية بس حنلاقيها. بداية مشوار. احنا صار لنا ساعة او ساعة وشوية ولين الحين ما لقينا لكاتبتنا الجميلة كتاب تبغاه. وفجأة جينا مكتبة تطوير الذات. يسموها مكتبة تطوير الذات صح؟ لا تأكل بمفردك. يسموها مكتبة تطوير الذات. إيش؟ مكتبة تطوير الذات ولا كتب تطوير الذات. كتب تطوير الذات عشان ناخذ كتاب الغدي. اسم الغدي صح؟ الفلوق فضايح. والله الحين ليش معاكم المفردة؟ عشان البركة تعم. صح. نصيحة لا حد يتبعها. مرة لا حد يسمع كلامي. لا حد ممكن أكيد. شوية جيت كان بقى نسختين، الحين بقى نسخة واحدة. أسطورة يا أحمد والله أسطورة. شو من جد ما بقى غير نسخة واحدة يعني؟ لا في نسخ ثانية هناك. أوكي. اشتريت كتاب يرميك مع شباك السيارة. يرميني هنا خير. ايش بدك تشتري؟ بس والله هو مو قصده كذا. هذا وأنا موديك المكتب ومعطيك فلوس كمان. هو المقصد إنه يعني كيف تتخلص من نقطة الطفولة وكذا. أيوة بالضبط. بس أهم شيء فهمهم إنه شافوا العنوان خلاص. طيب واخدة الأحلى. دليل النجاة الفردية هذا كتاب مرة حلو. شفته وحطيته في القائمة. الكتاب هذا قعدت أسألهم هذا كتاب فن اللامبالاة، قالوا لي إيوه عشان اللون والخط واللون إيش دراني. وهذا العادات الذرية. معلش الإنجليزية صفر مدحدرة. يلا ما عليه. الكتب الإنجليزية هذا ويش الله. الغلاف يقول لك هذا حلو. هذا كتاب قد شفته في التيك توك مرة حلو، طالع الأول كمان. فن اوه حبيبي. دي متابعينكم كلهم عندي. اللي عنده سناب، والله ما عنده سناب.
اوه خلاص روح اليوتيوب اجل موجود عند الكل. الله شوفي هذا رسائل شهرزاد. تخيلي هذا رحت كوفي، بعلمكم سالفة هذا الكتاب. هذا رحت كوفي وقرأته مرة عجبني، خذي تصفحيه شوفي. ولدين تصويرك عنه اتذكر. ايوه ورحت شريته. ليه هذا فيه له فاصل حقي ما فيه فاصل؟ عنصرية مرة غير مثلي. المهم اني اخذته بس كذا يعني فاتنة الكتب. اشوف نفسي نشوف نفسنا. طبعا جينا الحين عشان نتفحص الكتب ونشوف ايش قراراتنا النهائية. وما في كراسي فقررنا كذا اخذنا لنا زاوية كذا هنا وقال نقعد فيها. وإشراق ما شاء الله عليها كاتبتنا الجميلة. وانا بحب الكتب أولادي والمكتبة بيتي. تعجبني. يلا يلا يا ربي. المهم الحين انا حتفحص كتاب الإدارة الأنيقة، مرة حلو شكله جذبني. ايش رايك نحط هذا هنا وايش رايك نحط هذا هنا؟ اقول ايش رايك نحط هذا هنا وهذا هنا كذا يعني نتناقش ولا كيف؟ اي نجلس جنب بعض كذا نتكلم عن فكره ونبدا نطورها، يكون معنا ورقه وقلم مثلا نكتب الافكار مع بعض كذا، تجي لحظه كذا فكره ابداعيه تتحمس معك وتزيدها، يعني مره كان شعور حلو. تطلع لي قصه بس بشرط انه يعني انا بالنسبه لي انا واختي ما اتكلم عن الكل، انا كنت اكتب وهي تساعدني في التفكير، وبعدين مثلا هي تجي تعدل بعدي كذا عشان اول كتاب. الحين خلاص صرتي متمرسه ما شاء الله. اي بس هذه قصص قصيره يعني كتبت معها قصه قصيره، لكن كتاب عندي كذا ما حد يتحمل انه ما ادري تقول تصير من كتبك. طبعا الحين انا عندي هذا الكتاب يعني كتاب ارسس طبعا انا جاي عشانه، وعندي هنا الإدارة الأنيقة مرة عجبني الكتاب مرة، سواء الالوان او التصميم او مساحات الراحه. الحين محتار اخذ الإدارة الأنيقة ولا اخذ ارسس، بس طبعا احمد كاتبي معلش انا استطيع الخيانه فهذه مره حاخذ ارسس. خلاص بعد التعب غدي شفتي اخذت هذا الكتاب وانا اخذت ارسس، واشراق بعد معاناه اخذت هذا. طبعا هي كانت محتاره بين هذا الكتاب وكتاب القصيبي في الإدارة، فالحين بنخرجها خلاص اخذت واحد. رجعوني ارجع اخذ. امشي تاخذين كله؟ ما ينفع. الحين خلاص يلا رايحين المحاسب اخيرا. كتب احمد. في الإطار حوالي ساعة. ايوه. الطيارة حوالي ساعتين. أنا الكتاب بس بعد ساعة. هنخلص في ساعة وساعتين. ايش كتبت؟ قرري. ولا أحب الكتاب PDF يعني أقرأ كتاب في النت. خلاص قررت ترجع تاخذ الاثنين. ما شاء الله اخذ قرار. اتوقع انه ما في مدفع خلاص. وين ايش اسمها الصفحات كذا؟ ايش هو؟ شوفي كيف فيها نفس ضعف في اللون. الحمد لله اختارت اخيرا بعد عناء. انتهت المهمة بنجاح اخيرا وانتظر غدي. انتهت المهمة بنجاح. المهم خلاص الحين خلصنا من المكتبة ورايحين للحجاز بعد ما غذينا العقل. تبقى ماذا؟ تبقى ماذا؟ أكل. تغذية العقل البطن. أي